أسعد الله أوقاتكم جميعا. عرفتوا على كل خفغيم قصة كابيل لما قتل أخوه هابيل، أول جريمة في تاريخ البشرية. قال تعالى في سورة المائدة في الآية 31: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بعث الله غرابا، يعني الغراب اللي أسكت علم إسرائيل. وهي الحادثة الثانية على فكرة، هو مبعوث من الله سبحانه وتعالى. ومش بس الغراب اللي أسكت العلم، لا لا لا، كمان في قطة أسكتت العلم. هل هذا حسب علمكم صدفة ولا يمكن يكون صدفة؟ لا طبعا، الغراب الكتة الله اللي أرسلهم حتى تكون آية لليهود وسكان مدينة إسرائيل كلهم إنه نهايتكم جربت. وأنا خايف والله المرة الجاية يجي خنزير أو كلب يأكلكم ويأكل علم إسرائيل أكل. وللمرة المليون بقولكم اهربوا واقحروا من فلسطين، لأنها مش أخذ الميعاد ولا أنتوا شعب الله المختار. قبل ما الله يبعت لكم غربان وكتت تاكلكم أكل. ريت رأوت.